كشف حقائق صادمة. لماذا طردت الجزائر الدبلوماسي المغربي في وهران؟ وهران تشعل الجمر تحت الرماد. كشفت تقارير دبلوماسية عن قيام السلطات الجزائرية بطرد نائب القنصل المغربي في مدينة وهران بتهمة انخراطه في أنشطة مشبوهة تتعارض مع الأمن الوطني، وفقا لبيان رسمي جزائري. الحادثة التي لم تحدد طبيعة الأنشطة المزعومة أعادت فتح ملف التوتر المغربي الجزائري الذي يعتبر أحد أقدم الخلافات في المنطقة، وسط تساؤلات عن دوافع التصعيد في هذا التوقيت بالذات. خلفية الحادثة: اتهامات متبادلة وغياب الشفافية. الجزائر أكدت مصادر حكومية أن طرد الدبلوماسي جاء بعد تحقيقات أمنية دون تقديم أدلة علنية. المغرب نفت الرباط أي تجاوزات، ووصفت الإجراء بالاستفزاز غير المبرر، مع إشارة إلى أن الحادثة تذكر بأزمة عام 2001 عندما قطعت الجزائر العلاقات الدبلوماسية مع المغرب. الصراع الجيوسياسي: جذور لا تنسى. الخلاف المغربي الجزائري يتجاوز الحادثة الحالية، إذ يرتبط واحد. قضية الصحراء الغربية: تدعم الجزائر جبهة البوليساريو الانفصالية، بينما تؤكد الرباط سيادتها على الإقليم. الرقم الثاني: إغلاق الحدود. منذ عام 1994 تعتبر الحدود البرية بين البلدين الأطول إغلاقاً في العالم. ثالثة: حرب الاتهامات، من تجسس متبادل إلى دعم خصوم كل طرف في المحافل الدولية. تداعيات محتملة: هل نعود إلى مربع الصفر رغم محاولات دول مثل دولة إسبانيا ودولة قطر لتهدئة الأجواء؟ يبدو أن الحادثة الأخيرة تعمق الشرخ، خاصة مع تصاعد الخطاب الإعلامي العدائي بين البلدين. تأجيل أي مبادرات اقتصادية مشتركة مثل مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء. تأثيرات على المغرب العربي: يحذر محللون من تعطيل التكامل الإقليمي في ظل أزمات مثل انعدام الأمن الغذائي. صراع بلا نهاية مرئية. طرد الدبلوماسي ليس سوى حلقة في سلسلة طويلة، فبينما تراهن الجزائر على تعزيز تحالفاتها مع روسيا والصين، يعتمد المغرب على شراكاته مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، مما يحول الخلاف الثنائي إلى صراع نفوذ دولي. السؤال الأبرز: هل يدرك الطرفان أن استمرار التوتر يخدم مصالح أطراف خارجية أكثر مما يخدم شعبي البلدين؟